الحقيقة أنا اترددت كتير قوي قبل ما أفكر إن أنا أعمل الفيديو ده. بس واجب التنويه زي ما بيقولوا. بيجيلي مسجات طبعا أشكال وألوان وحاجات إعجاب وحاجات مش تمام وحاجات شكر وحاجات تقدير وحاجات مشاكل وحاجات مختلفة يعني. ولكن في كده نوع من المسجز والكومنتات ما بفهمهاش. اول حاجة النوع الاولاني اللي هو بيبقى حاطط لي رقم موبايله بدون اي حاجة كده، رقم الموبايل بس. مش عارفة يعني المفروض ان انا اعمل ايه بالموبايل ده يعني، بالرقم ده يعني. آه خير خير، اللهم اجعله خير يا سيدنا يا فاضل. اعمل بيه ايه يعني؟ وأثار انتباهي برضو حد كده غريب بعت لي صورة الباسبور بتاعه، هو مش مصري. علشان يعني عايز يتعرف وبيثبت شخصيته ولا ايه، مش فاهمة. دي برضو كانت حاجة غريبة بالنسبة لي. وأثار انتباهي إن حد بيشتغل في خطوط جوية معينة كده، وحابب يتعرف وبأدب وذوق وأخلاق. هيعمل بيا إيه؟ أتعرف يعني أنا من سن والدتك ولا من جدتك؟ خير يعني. واللي استغربته برضو إن حد بيقول أنا أصغر منك بكتير قوي بس بيعجبني السن ده. مش عارفة الحقيقة يا حبيبي، يعني انت لسه مبطل تلبس بامبرز قريب ولا حاجة؟ يعني المفروض ان انا اخدك اديك سيشن اعلمك انجليش ولا اعمل بيك ايه يعني؟ مش يعني انت مثلا في كي جي 2 ولا كي جي 1 ولا حكايتك ايه؟ ويعني ايه اصلا حد صغير في السن كده يفكر في حد كده؟ ده تفكير وسلوك مرضي محتاج علاج. او ان هو بقى تصرف عليا وتبقششني وتظبطني يعني ولا ايه؟ والله احنا عايزين اللي يصرف علينا يعني. الا الناس اللي ما تعرفش تقول ايه عدس زي ما بيقولوا. لا بجد بقى بجد. آم، المشكلة ان الناس بتتعامل مع الناس باستهتار، بتتعامل بقلة إدراك وقلة احترام وقلة حاجات كتيرة قوي. انت لو تقبل ان والدتك، جدتك، خالتك، اختك، خطيبتك، مراتك، بنتك تتعامل بالطريقة دي، فعامل بنات الناس بالطريقة دي. إنما الازدواجية في المعايير ده إن دل على شيء دل على النفوس المريضة. عيب عيب اللي ما ترضاهوش على نفسك ولا على أهل بيتك ما ترضاهوش على الناس. عيب. وشكرا، مش عارفة أقول إيه الصراحة يعني. بس واجب التنويه زي ما بيقولوا. لنا الله وشكرا. ومحدش يجي يقول لي لا أصل أنت اللي بتطلعي. يعني محدش يقول علشان بطلع في السوشيال ميديا اقبلي بالطريقة دي، اقبلي بالكلام ده عادي. لا لا يا فندم، أي مجال شغل فيه المحترم وفيه اللي مش محترم، ده حقيقي. ولكن من حقي ان انا انوه واقول ده يعجبني وده ما يعجبنيش، ده يصح وده ما يصحش، في حدود في التعامل وفي احترام وفي خط احمر كده ما ينفعش اي حد يتجاوزه في المعامله. واللي ما اقبلهوش على نفسي ولا على اهل بيتي ما اقبلهوش على غيري. شكرا للمره التانية.